آخر واحد أنت يتحدث عن مؤدب الأدب، تماما ما شاء الله. آخر ما شاء واحد الله يتحدث عن الأدب هو الذي ذهب مؤدب. يرقص وأخوته يقتلون في غزة. هذا لا يتكلم عن الأدب، هذا يتكلم عن الهز يوز. بالتالي الدول التي جعلت أو المواقف التي جعلت هذه الدول يعترفون بفلسطين هي الدماء التي سفكت، هي مظلومية أهل غزة، هي ذلك الإجرام الذي قام به إسرائيل. هل تعلم أنه في قنواتك في السعودية لا تتحدث عن الإجرام الصهيوني، لا تتحدثون عنه وإنما تذكرونه؟ حتى شهداء فلسطين لا تقولون شهداء. في قناة العربية مذيعكم التابع لكم لدولتكم ايش يقول؟ قال توفي 11 شهيدا، ثم قال عفوا 11 قتيلا، وهو أهلك في غزة عربي مسلم مثلك لا تجرؤ أن تقول عليه شهيد. لذلك تتكلم أنت عن الأخلاق والأدب. عيب يا جماعة، أنتم آخر ناس أنتم في ذيل الأمم. لماذا؟ لأنكم فضلتم مصالح الغرب وأمريكا على مصالح الدول العربية والأمة العربية والإسلامية، ما قدمتموها، بل قدمتم الدول العربية على مذبح الرضا الأمريكي. عندما غزي العراق كانت السعودية موطئ قدم ومنصة إطلاق. عندما غزيت سوريا كان الفكر الوهابي الممول سعوديا هو الحاضر. عندما دمرت ليبيا كانت السعودية تمول. عندما دمر اليمن كانت بطائرات السعودية وبتمويل أي مشروع أمريكي لتدمير المنطقة كانت السعودية تضخ الأموال وتشارك بالجهود وتفعل كل شيء. هذا هو دوركم وما يعرفه العالم عنكم. تيجي اليوم تعطي لي بطولات، هذا كلام فارغ، الكل العالم يتندر عليه اليوم في تويتر. وبالتالي الكذب سهل. السؤال الذي مرة ثانية الكذب سهل يا عزيزي، أنت الكذب سهل.